السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل أماراتي وإخواتي وبنوتاتي الحلوين، يا رب تكونوا بخير. طبعا لسه في سلسلة اسعدي نفسك نفسك يا أختي، محدش هينفعك. يا رب إن شاء الله كده ربنا يسعدكم جميعا ويصلح لكم الحال ويفرحكم بأولادكم يا رب، ويديكم الصحة وتربوهم وتجوزوهم وتفرحوا بأولادهم يا رب. مشكلة كبيرة قوي قوي كل ست بيت بتتعرض لها، اللي هي ايه؟ هناكل النهارده ايه؟ هنعمل اكل ايه؟ وبكره هنعمل اكل ايه؟ وولادي ما بيحبوش كذا وولادي ما بيحبوش كذا، وبعمل الاكل وما بياكلوهوش، والميزانية والاكل، ومشكلة بتعاني منها كل ست بيت، وانا اولكم طبعا. عايزة اقول لكم حاجة، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. موضوع الاكل ده وموضوع ميزانية الاكل، وان احنا نوضب الاكل بتاعنا وميزانيتنا في الاسبوع هتبقى كام، وانا بصرف كتير وبعمل اكل وعيالي ما بيحبوهوش وبيترمي وي وي وي. الموضوع ده يا جماعة بيترتب من الاول. يعني من الاول ازاي؟ يعني انا دلوقتي خلفت وعندي مثلا، انا عندي بنتين، هقول لكم يعني كمثال. يعني عندي بنتين، تمام، عندي 3 بنات بسم الله ما شاء الله ربنا يخلي. انا عودت بناتي على ان انا اكلهم كل حاجه. مفيش حاجه اسمها بنت تقول لي يا ماما انا بحب كذا وما بحبش كذا، لا. انا معوداهم من صغرهم ان احنا لازم ناكل، دي نعمه ربنا سبحانه وتعالى. مفيش واحده تقول على نعمه ربنا لا، حرام. فعودتهم ياكلوا ما شاء الله كل حاجه، خضار ورز والنواشف برضو، المكرونات البشاميل وكل الاكلات اللي انتوا عارفينها. جينا لما كبرنا شويه كده وبقينا حلوين بقى مدمزلات كده، إيه بدأت كل واحده تقول لي مثلا ايه، لا يا ماما انا مش هاكل كذا. يعني المسقعه مثلا، في بنت عندي من البنات الوسطانيه ما عادتش بتاكل المسقعه، مع انها كانت بتاكلها وهي صغيره، تحط لها الرغيف كده وقطع لها وتغمس، وكانت بتحبها جدا. كبرت ما اعرفش ايه اللي جرالها، ما بقتش تحب المسقعه. خلاص يا حبيبتي بلاش، بس برضو بعملها وبعمل لها حاجه جنبها. اقول لها بس انا هعملها، مش معنى ان انت ما بتاكليهاش ان انا مش هعملها. انا خلاص قررت ان انا هعملها النهارده، خلاص يا ماما براحتك. اروح انا عامله لها بقى اي حاجه جنبها، كفته، بيض مسلوق، وبطاطس، صوابع، اي حاجه، لان اليوم ده بيبقى يعني مش عامله فيه بروتين، تمام. فانتي تعودي نفسك على كده، تخلي اولادك ياكلوا كل حاجه لحد ما كل واحد بقى ايه يصنف. فبتيجي انت تعرفي الحاجات اللي هم ما بياكلوهاش ما تعمليهاش. لو هم اجتمعوا على حاجة ما بياكلوهاش، الغيها من القايمة. مش لو واحد بس هو اللي ما بيحبهاش، زي موضوعي كده. لا، لو الولاد كلهم اجتمعوا على أكلة ما بياكلوهاش، ما نعملش الأكلة دي. لو انت بتاكليها اعمليها لوحدك بكمية صغيرة كده، تمام كده. طب انا عندي زوجي ما بياكلش البطاطس خالص نهائيا، تمام كده، ولا محمرة ولا مسلوقة ولا مطبخة، ولا هل أنا ما بعملهاش؟ بعملها بكل الأشكال، عشان أنا ولادي بياكلوها وأنا باكلها، بس ببقى عاملة صنف كمان جنبها. ليه؟ عشان بابا ما بياكل. نعمل ملوخية، صينية كوسة، نعمل أي حاجة جنبها جنب البطاطس، تمام كده. فأنا بظبط نفسي، أنا عن نفسي نظامي كده، أنا بعمل يومين في الأسبوع طبيخ بصراحة، خضار ولحمة وخضار أو خضار وفراخ، بيبقى يومين. ببقى عاملة الأكل ده بيقعد معايا يومين، خلاص كده. اليومين التانيين دول بعمل لهم أي حاجة بقى هم عايزينها، اللي هي إيه، مكرونة بشاميل، بانيه، مكرونة مثلا حمرا اللي هي بالصلصة ديت، واعمل جنبيها مثلا همبرجر أو حاجة، تمام. واليوم التاني كذلك برضو الحاجة اللي هم عايزينها. في يوم بقى بيبقى بلم الأكل اللي في البيت، اللي هو إيه، بواقي الأكل، وناكلها مفيش أي مشكلة، اللي هو يوم أي حاجة ده. خلاص. يوم الجمعة ده بناكل سمك، ده طبيعي بنحب ناكل فيه السمك، تمام كده. فانت كده خلاص الأسبوع بتاعك خلاص خلص. فهي مش أزمة خالص، ومش بستهلك فلوس كتير ولا حاجة، لا. لما بتعملي طبيخ اللي هو الخضار دوت، بينجز معاكي يومين 2، ما بتصرفيش اليوم التاني. يعني هتجيبي لحمة مثلا كيلو، كيلو ونص، على قد ما بتستخدمي الأسرة هتستخدمي كيلو، كيلو ونص، بيقعد معاكي اليومين مع الخضار اللي انت عاملاه.
عملت مثلا عصقت لحمه، بعمل حسابي ان انا ببقى بعصق كميه مثلا وعينها. يوم مثلا عملت مكرونه بشاميل، تمام. وبرده بتقعد معايا يوم اللي المكرونه بشاميل دي، لان هي بتبقى صبحه يعني. بعملها صينيتين، صينيه النهارده وصينيه تاني يوم، برضه عشان ايه هما بيحبوها. اعمل معاها مثلا بانيه، واليوم التاني ممكن ناكلها كده جنبيها سلطه وبطاطس محمره وكده. يقولوا لي لا يا ماما مش عايزين، هي فيها لحمه. انت كده يومين كده مشوا معاكي مكرونه بشاميل. إيه بعد كده بكون انا بقى عامله اللحمه معصجاها كميه مثلا كيلو كيلو ونص، تبقى جاهزه معايا. ممكن اعمل صينيه كوسه بالبشاميل، ومعاها صينيه رز معمر بسلطه، تقعد معايا يومين. يبقى انت الاسبوع مشي معاكي، واقتصاديا حلو قوي قوي، ما صرفتيش فيه كتير. وما تحاوليش تصرفي كتير من المرتب. اما تقبضي مرتبك كده تنزلي بقى تملي التلاجة وتجيبي خضار كتير، لا. هاتي على قد احتياجاتك، احتياجات الاسبوع. بلاش تعملوا كده يا بنات، لان انا عملت كده قبل كده. ما كنت بتجوز، كنت متجوزه جديد، كنت بجيب، اقول بقى اجيب كيلو كزر وكيلو فلفل وكيلو كنت بجيب كيلوات. وانا اصلا وانا وزوجي بس، بقيت ارمي الخضار اخر الاسبوع بايظ، لانه ما كانش بيخلص كله. لا، هاتي على قدك في الاسبوع، هاتي خضارك اللي انت عندك، وهاتي نصاص برضو، ما تجيبيش كيلوات. عشان الخضار دلوقتي يا جماعه، لانه اكتريته الصوبه بيبوظ في التلاجة. فما تصرفيش فلوسك على الفاضي. اما كل حاجه تخلص هاتيها صبحه، ما فيش اي مشكله. وكده انت تكوني صرفتي كويس، قننتي صرفك، ما صرفتيش كتير. بتجيبي طبعا تموينك كله اول الشهر، الزيت بتاعك، السكر، الرز والمكروناتك، عصفوراتك، الشعرية، كل ده بتجيبيه وتعينيه عندك موجود. وبصلك وحاجتك طبعا في التربو موجوده، والبطاطس، حاجات اللي لا غنى عنها دي. تلاجتك لازم من الليمون، الفلفل، القوطه، الحاجات اللي هي الطماطم، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده. غير طبعا بند الفواكه لوحدي. تمام كده. انت هتمشي بالنظام ده، مش هتلاقي نفسك بتصرفي كتير. مرتبك هيكفيكي، تحوشي دايما، تختصري من المرتب بتاعك جزء من الفلوس على قد ما انت بقى ايه. شوفي مرتبك قد ايه، وتعيني جزء من الفلوس ما تعرفيش عنه حاجه. تتجيش لموضوع الجمعيات ومش الجمعيات والكلام ده. انت عيني من فلوس المرتب بتاعك جزء. حطي كده 1000 جنيه ارميها، ما تعرفيش عنها حاجه، اكنها مش موجوده. لو عندك مثلا دفتر في البوسطه، عندك حساب في البنك، ارميها في الحساب بتاعك. شهر على شهر، عشان ممكن تحطي شهر التاني ممكن تكوني هتجيبي حاجه، ما تحطيش. الشهر اللي بعده حطي. هتيجي تبصي تلاقي نفسك بعد 10 11 شهر هتلاقي نفسك عامله مبلغ حلو. لازم تبقي مدبره كده وشاطره. إيه انتي كده اتعاملي مع نفسك. شوفي مرتب جوزك قد ايه اللي بيخش لك، او لو انتي بتشتغلي معاه مثلا وبتدخلي فلوس، حطي الاتنين على بعض وشوفي وظبطي. شيلي كل الحاجات بتاعتك الاستهلاكيه، النور، الغاز، الميه، الحاجات اللي بتدفع دي تتشال في بند لوحديها. تمام كده. وتشيلي بقى البند بتاع السوق لوحده، وتروحي بقولك تحطي المبلغ ده على ركن كده وتعينيه. تمام كده. وخلاص انت بتبقى عارفه انت في الاسبوع عايزه تصرفي كام. انت عارفه خلاص، بيتك عرفتي بيصرف قد ايه، عرفتي اكلك بيبقى قد ايه. تمام كده. وتعيشي بهدوء. بلاش مصاريف على الفاضي، بلاش مصاريف في حاجات تافهه. خلي يعني كل حاجه عندك في الاولويات. اولويات بيتك، شوفي بيتك ناقصه ايه. عايزه تغيري ستاير، عايزه تجيبي جهاز من الاجهزه الكهربائيه اللي ناقصاكي مثلا. كده لازم كل شهر تعملي حاجه انجاز، عشان تحسي ان انت سعيده. ابسطي نفسك بانجازاتك. تمام كده. وتبقي شاطره كده وحلوه ومدبره من صغرك كده، تفضلي مدبره لحد ما تلاقي ولادك كبروا كده، وتلاقيكي معاكي فلوس وشايله لهم فلوس وعينه لهم فلوس. امال ايه؟ مش كل الفلوس اللي تدخل نصرفها كده على الاكل والشرب وي وي لا. الحياه عايزه تدبير، تدبير، ونلم ونحوش وندبق. تمام كده. عشان في الاخر تلاقي حاجه معاكي، حاجه سنداكي في ايديكي. لو زوجك هو رامي عليكي الحمل كله، انت تبقي قد المسؤوليه. تمام كده حبيبتي. هو ده الميزانية بتاعت الأكل. أنا بتصرف كده في بيتي بصراحة. وبناكل طول الأسبوع أكل كويس جدا يعني. اليوم اللي أي حاجة ده ما بيبقاش أي حاجة زي ما انتم متخيلين برضو يعني، بيبقى أكل حلو برضو. فعشان أنا منظمة نفسي، منظمين نفسنا.
عارفه انا بناكل النهارده ايه، بكره هناكل ايه، هعمل كذا النهارده هيبقى لبكره برضو، مفيش اي مشكله، بياكلوه تاني بكره عادي، واجدد جنبي اي حاجه، اعمل صينيه جلاش، اعمل اي حاجه لو هم زهقانين ولا حاجه. فيعني انا بقول لكم المفروض الست تبقى متوازنه مع نفسها ومتوازنه مع مرتبها اللي داخل واللي هتخرجه. تمام. نظمتي نفسك والله في شهر كده زلف منك كده او معرفتيش، مش مشكله، ما تضايقيش نفسك، الشهر اللي بعديه تعوضيه، ربنا يديك الصحه والعمر. المشكله طول ما احنا عايشين نغلط ونصلح نغلط ونصلح، في الاخر هتلاقي نفسك ماشيه بقى، ما بتساليش حد ولا عايزه تعرفي حاجه من حد، وخلاص ممشيه نفسك وعارفه بيتك بيمشي ازاي وبيصرف ازاي واكلك شكله ايه مفيش اي حاجه، الموضوع سهل خالص. بس هو عايز بنت هاديه عاقله طالعه من بيت هادي، من تحت ايد تربيه ام جميله مدبره، وخدت منها هي كل المفاتيح، وهي بقى هتوظفها في حياتها وفي بيتها ان شاء الله باذن الله. ربنا يفرحكم يا رب باولادكم، ويفرحكم يا رب ببناتكم، وان شاء الله باذن الله يكون فيديو خفيف على قلوبكم، ونكون قلنا نصيحه لوجه الله تعالى نؤجر عليها ان شاء الله انا وانتوا يوم القيامه. يلا ارجو ما اكونش تقلت عليكم، انا اقصى ما عندي ما بحبش اتكلم والله، بس انا بحب اتكلم معاكم قوي قوي، والكلام كتير قوي قوي في موضوع الحياة والبيت والميزانيات وازاي نمشي بيوتنا والخبرات طبعا اللي احنا خدناها كأمهات كبيرة، بحب قوي اوصلها للبنوتات الحلوين الصغيرين، بس مش بحب اطول عليكم والله الفيديو عشان ما تزهقوش. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، متنسوش ايه الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لايك الجميل بتاعكم، رفع الفيديو وسبسكرايب، تنوروني وتشرفوني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله على خير، احلى ستات وبنوتات. يلا سلام عليكم.